واللي بعد ما انتشروا العديد من الأخبار على نجم ريال مدريد إبراهيم دياز. شي تيقول انه اختار المنتخب الوطني المغربي باش يلعب معاه، وخبر اخر تيقول انه اختار المنتخب الاسباني او لا روخا. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نوضحوا لكم شكون هو الخبر الصحيح من الخبر الغير صحيح. بالنسبه للناس اللي ما كتعرفنيش، انا عبد الصمد بوعمري وهذه القناه ديالي. السلام عليكم. من بعد ما انتشروا العديد من الاخبار على نجم ريال مدريد إبراهيم دياز، شي تيقول انه اختار المنتخب الوطني المغربي باش يلعب معاه. الصحافه الاسبانيه اكدت بان اللاعب اختار المنتخب الوطني، وخبر اخر تيقول انه اختار المنتخب الاسباني او لا روخا. يعني ابراهيم دياز اذا اختار المنتخب المغربي فغادي يكون اكسترا كومونيتاريو. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نوضحوا لكم شكون هو الخبر الصحيح من الخبر الغير صحيح. إبراهيم دياز أو إبراهيم عبد القادر دياز من مواليد 1999 ذو أصول مغربية، لاعب وسط ميدان هجومي، سبق له ولعب مع العديد من الأندية بحال مانشستر ما كتعرفوه هو تيلعب مع فريق الريال مدريد، وإن صح التعبير نجم الريال مدريد. هذا اللاعب مؤخرا الصحافة الإسبانية منوضة عليه الروينة، وخصوصا فسمعوا أن الجامعة المغربية لكرة القدم تتحاول معه باش تجيبو يلعب في المنتخب الوطني المغربي. الصحافة الإسبانية فسمعت الأخبار شعلت فيها العافية، وما بقاش عندها شي موضوع آخر إلا إبراهيم دياز. وماشي هادشي وكان، وإنما انتقدت الجامعة الإسبانية لكرة القدم وطلبت منها أن تتحرك بسرعة باش تحاول تجيب هذا اللاعب يلعب على المنتخب الإسباني، ولا راه غادي يلقاو غير يديهم الخوق، لأن المتربص هي الجامعة المغربية لكرة القدم، وما أدرك ما الجامعة المغربية لكرة القدم. الصحافة الإسبانية حذرت مرارا وتكرارا الجامعة الإسبانية لكرة القدم، وقالت لها راه خصك تعرفي بأنك راكي كتعاملي مع الجامعة المغربية لكرة القدم، وهذه الجامعة راه ماشي عادية، وإنما تقدر في أي لحظة تقنع اللاعب إبراهيم دياز ويلعب مع المنتخب المغربي، وبالتالي إسبانيا غادي تضيع من بين يديها نجم كبير في عالم المستديرة. الجامعة الإسبانية فاش سمعت هذه الروينة نايضة عليها من طرف الصحافة، ناضت وخرجت بواحد التصريح وقالت لهم باننا حنايا راه متبعين الوضع، وبان ابراهيم دياز راه تحت السيطره، وراه ما غاديش يمكن له يمثل شي فريق اخر غير اسبانيا، لان اسبانيا في نظرهم هو الفريق الكبير. وضربت مثال بلامين يامال وقالت لهم بان سبق اللاعب لامين يامال نضت عليه نفس الروينه، ولكن في الاخر اختار اسبانيا. ما تعرفوش بان المغرب حتى هو عنده طرق ديالو واستراتيجيات باش كيجبد لاعبيه، وراه سبقنا شفنا كيفاش تعاملت الجامعه المغربيه مع الموضوع ديال زياش والخنوس وكذلك عبد الصمد الزلزولي، العديد من اللاعبين الاخرين اللي كانوا بزاف ديال الجامعات الاوروبيه باغيين يجيبوهم يلعبوا مع الدوله ديالهم. لكن واش هادشي ممكن انه يحصل مع ابراهيم دياز؟ هادشي اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليه في هذا الفيديو. الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وبقياده فوزي القجع، وكما عودتنا دائما كتحاول انها تستقطب لاعبين كبار من اوروبا باش يمثلوا المنتخب الوطني المغربي، وهذا الشيء اللي دارت مع اللاعب ابراهيم دياز. بدات كتحرك وكدير طرق وكتحاول ما امكن انها تجلب هذا اللاعب باش يلعب مع المنتخب الوطني المغربي. واول خطوه قامت بها الجامعه المغربيه لكره القدم هي دارت الباسبور ابراهيم دياز، يعني ولات عنده دوبل ناسيوناليتي، يعني ولا
مغربي واسباني في نفس الوقت، وبالتالي يمكن له يلعب مع الفريق اللي بغاه. يعني الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم حاولت تقصر الطريق على ابراهيم دياز وتسهل عليه الامور، وهذه هي الاستراتيجيه اللي سبق لها دارتها مع زياش، مع عبد الصمد الزلزولي، مع الخنوس، ومع بزاف ديال اللاعبيه اخرين، ونجحت معهم هذه الطريقه. وحسب المعلومات اللي كاينه حتى الان تيقولوا بان وليد الركراكي في اتصال دائم مع ابراهيم دياز. هذه المجهودات اللي كتقوم بها الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم باستقطاب هذا اللاعب صراحه لقات نجاح، والدليل على ذلك هو ان ابراهيم دياز وحسب مصادر موثوقه تقول لك بانه اختار المغرب بشكل مبدئي. الصحافه الاسبانيه اكدت بان اللاعب اختار المنتخب الوطني. المنتخب الوطني الى الجامعه راسلت ريال مدريد اليوم صباحا الاثنين من اجل ان اللاعب باش يلتحق بالمعسكر ديال الفريق الوطني المغربي. كل المؤشرات تقول بانه اللاعب والعائله ديالو حسموا الاختيار ديالهم للمنتخب الوطني. بقى معك سي بدر الدين وغادي ندوز على حاتم. لكن الصحافه الاسبانيه والجامعه الاسبانيه لكره القدم بحال سمعت في الاخبار مارست عليه واحد الضغط رهيب، وهذا الشيء اللي خلاه يتراجع على القرار ديالو. انا قلت لكم كاين واحد الضغط رهيب على ابراهيم دياز وعلى دي لا فونتين. نشرح لكم شنو قال له. قال لك المدريد يعني ابراهيم دياز اذا اختار المنتخب المغربي فغادي يكون اكسترا كومونيتاريو، يعني ما غاديش يكون داخل الاتحاد الاوروبي. اذا المدريد كيفتش له على البديل. سمعوا معايا مانو كارينيو اللي كيقول ما خصناش نضيعوا هذا النجم ونهديوه للمنتخب الوطني المغربي اللي هو منافس مباشر في المونديال. المنتخب المغربي اللي قصى المنتخب الاسباني في دور الثمن كاس العالم الاخيره. كاين الجديد الخوت، كاين تصريح ديال الاخت رشيد بن محمود، كاين ديال وكيل الاعمال ديال الاتحاد الدولي الفيفا. اسمعوا معايا مانو كارينيو شنو كيقول بالاسبانيه، ونمشيو خطوه خطوه حتى الاخر. ولكن اللايكات ديالكم بارطاج بقاو معنا حتى الاخر. وهنا خصنا نطرحوا واحد السؤال، هو واش ابراهيم دياز اختار المنتخب المغربي او اختار المنتخب الاسباني؟ الجواب هو ببساطه، وباش نكونوا صادقين معكم حتى لحدود الساعه شي قرار رسمي ما كاينش، وابراهيم دياز باقي في حيره من امره، واش المنتخب المغربي او المنتخب الاسباني. وباش نكونوا واقعيين اكثر، خلال هذا الاسبوع او اسبوعين على الاكثر غادي يبان لنا الوجهه والاختيار ديال ابراهيم دياز، وشكون هو الفريق اللي غادي يبدل، واش المنتخب المغربي البلد الام او الفريق الاسباني لا روخا. السلام عليكم.